ازيكم يا بنات؟ ايه الاخبار؟ النهارده بقى جايه لكم فيديو مفيد جدا 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 ومهم لكل ست بيت ولكل بنوته كده حابه تفرح مامتها او ست بيت حابه ان هي بقى ايه، تتخلص من الدهون اللي عندها والدهون بقى اللي موجوده في الشفاط واللي موجوده على البوتاجاز، فتعباها نفسيا مش عارفه تعمل فيها ايه وتتخلص منها ازاي. او لو عندك طاسه زيت مغلباكي وبقالها سنين عندك والزيوت متراكمه عليها مش راضيه تنطف خالص، فجبت لكم بقى الحل السحري بمكون واحد بس. ايوه، بمكون واحد بس. يلا خليكم معايا وركزوا، وقبل ما نبدا الفيديو بقى يلا حطوا لي لايك واشتركوا في القناه عشان كل حاجه بنزلها توصلكم اول باول، وخليكم معايا. كل اللي احنا هنحتاجه مع بعض هتجيب شويه بريل من عندك، وطبعا البريل موجود في اي بيت عادي. وهنحط عليه نص كوبايه من الكلور الخام. وبصوا بقى ايه على النتيجه هتبهركم. بصوا لما تخلطوهم على بعض، مجرد بس ما احنا حطيناهم على الاسبونشة بتاعة المواعين وكده، بصوا مكون سحري فعلا، يعني ضيع الدهون اللي متراكمة عليها بقالها سنين في ثانية. انا كنت والله حرفيا كنت هرميها خالص وابيع على بتاع الروبيكيا هي وغلاية صغيرة عندي، وكنت خلاص بقى مش عارفة انا انضفها ازاي. فجربت كده الفكرة دي فظبطت معايا وما شاء الله نطفت جدا جدا ورجعت جديدة يعني اكتر من الاول بكتير، وهتشوفوا النتيجة معايا وبجد هتنبهروا من النتيجة. جربوها ومش ندموا خالص. واي حاجة عندك في البيت تقدري تنضفيها وترجعها جديدة ومفيش مستحيل، وكلها بحاجات بسيطة. يعني هنتعب شوية لكن هنرتاح بعدين، وعاوزين بيوتنا كلها تبقى جميلة ومريحة بمكونات بسيطة والله مش مكلفة خالص. نقدر ان احنا نخلي بيوتنا جنة يا بنات. وزي ما انتم شايفين كده هوريكم بقى النتيجة، واوريكم كمان الغلاية الصغيرة اللي كنت انا هرميها خالص. فالنتيجة بجد يعني ابهرتني انا شخصيا وهتبهركم انتوا كمان، وجربوها ومش تندموا وهتدعولي فعلا. وهوريكم بقى النتيجة دلوقتي. وزي ما انتم شايفين يا بنات النتيجة طلعت فلة فلة، شمعة منورة. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان كل حاجة بنزلها وانزلها ان شاء الله توصل لكم اول باول. سلام.